الممثل وسيناريست القدير السيد حسين المحنوش ضيفنا في الجزء الثاني من حلقة اليوم من صوت الشارع. أهلا وسهلا. مرحبا بك سي حسين، شرفتنا في قناة المتوسط وفي برنامج صوت الشارع. الخلاف مع إدارة الإنتاج الدرامي بالتلفزة الوطنية، خلاف السيد حسين المحنوش بشأن سيناريوهات للسيد حسين المحنوش. شاهدوا في هذا التقرير ثم نعود للحديث معه في باقي الحلقة. المشكل الكثير اللي في بعد الثورة خلنا أن لوبي الفساد انشاء، فإذا به يرجع بقوة. فجرت تصريحات للفنان منصف لزعر في برنامج لمن يجرؤ فقط على قناة التونسية، كشف فيها عن وجود فساد بإدارة الإنتاج الدرامي بمؤسسة التلفزة التونسية، سلسلة من الانتقادات لهذه الإدارة التي تعمل تحت سيطرة لوبي فساد وفق تقدير منتقدها. صاحب الدوار وفجر الرمل، وهما من الأعمال الدرامية التي حققت نسب مشاهدات عالية في تونس وخارجها، لم ينكر فضل التلفزة التونسية عليه. حسين المحنوش انضم إلى قائمة المنتقدين بعد رفض عمله الجديد سنابك الجمر من لجنة الإنتاج الدرامي ليتساءل إن كانت الثورة مرت من هناك. ظاهر أنهم أزلام من النظام السابق. احنا كنا نعذرهم قبل لأنه كان النظام طاغي وكانوا يخافوا، وكانوا تعاملهم هذا كان يثير السخرية طبعا في مواقفهم وكذا، ولكن كنا نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. معنا ناس هذاك ما نجموش يتصرفوا. اما اليوم هل مرت الثورة من هناك ولم تمر؟ ما أقدمت عليه إدارة الإنتاج الدرامي بالتلفزة التونسية من رفض لعدد من الأعمال الدرامية لأشخاص لمعت نجومهم في سماء الدراما التونسية أثار استغراب عدد من الممثلين الذين لم يستبعدوا وجود لوبية. حكاية اللوبي والتحيل وإلى آخره موجودة في العالم مجمع، وحتى حد ما ينجم يعطي أدلة باش يقول بالمجد. لكن وقت اللي إنسان كما حسين المحنوش بالماضي نتاعو بالنجاح نتاعو، مش معقول باش إدارة إنتاج التلفزة الوطنية تبعث له رسالة تقول له المسلسل نتاعك رديء وغير ماهوش في المستوى. مع اقتراب شهر رمضان الكريم تنشط سوق الدراما التونسية التي تستأثر التلفزة التونسية بأهم منتجاتها دراما، ولئن حافظت على نسقها الموسمي، إلا أن ما أثرته الانتقادات الأخيرة لدائرة الإنتاج بمؤسسة التلفزة يبعث إلى التساؤل عن سر التمسك بالنسق الموسمي رغم الكم الهائل من الكفاءات في الساحة الفنية التونسية. مرحبا بكم في صوت الشارع. مرحبا بك سي حسين، سيد حسين المحنوش ممثل وسيناريست القدير. اهلا وسهلا. لوبي الفساد وفاء ولا ما وفاش؟ شنو هي القصه بالضبط مع اداره الانتاج الدرامي بالتلفزه الوطنيه؟ لوبي الفساد في اداره الانتاج الدرامي التلفزي التونسي مازال حي يرزق، وما زال يمارس بنفس الطريقه القديمه المعهوده اللي عرفناها ايام الاستعمار، ايام الهيمنه نتاع الطغاة كما طاغية زين العابدين بن علي ومن لفه، بحيث كنا نعذروهم كما قلت أنا توا كنا نعذروهم لأن ثم هيمنة وثم سيطرة ثم ناس توجه من القصر في سيرة العمل الدرامي وكيف يمكن أن يكون، وتختار تبعد هذا وتشجع هذا وتقسي هذا، بحيث كان الجنوب مثلا ماهوش محبوب من طرف شخصية فاعلة في ذلك في ايام. يسميها ما فيها سميها من مصدر شبه موثوق او موثوق، نجم نقولوا موثوق، لانه ما كانوش يقولوا لي على اسباب استبعادي انا على التلفزة. علاش انا مقسي، علاش مبعد باستمرار في كل الأعمال الدرامية، وكنت أتساءل علاش ولا يأتيني جواب. بعدين قالوا لي راهو ثم ناس توجه من القصر في كل ما يتعلق بالعمل الدرامي، منهم عبد الوهاب عبد الله مثلا. يقولوا مش عاجبه الجنوب، يفكرنا في البؤس والفقر والاحتياج وتونس تطورت، وتونس لازم نوريو المنزه ونوريو شكون خلاها في بؤس وفقر. ما شفت
حيث ما زالت الممارسات هي في الانتاج، في مصلحه الانتاج الدرامي. ما زاد ذلك بصراحه انا لا انكر فضل التلفزه الوطنيه عليها كممثل وكسيناريست، هي اللي قدمتني للناس، هي اللي عرفت بها، ولو هو دورها وواجبها مش مزيه. ولكن على كل لابد الانسان لا يمكن ان يكون جحود وينكر ان التلفزه دعمت الممثل التونسي وعرفت به في الداخل وفي الخارج. ولكن هل المصلحة هذه مصلحة الإنتاج الدرامي؟ ما زالت هي نفس الممارسات، نفس التقاليد، نفس العادات. بالضبط شنو اللي صار معها خليك اليوم عملت الندوة الصحفية وتتحدث في الموضوع؟ والله أنا لأول مرة أشوف، برغم ما مر علي من مشاكل مع المصلحة هذه، لأول مرة نقرر باش نعمل ندوة صحفية، لأن القضية تتجاوزني أنا وتهم أغلب السيناريست، مش أنا الوحيد اللي يوريك أن المراسلة اللي جاتني أنا جات لي نفس الكتاب اللي تقدموا سنا بأعمال تلفزية، كما جلال الدين السعدي، كما المنصف الأزعر، كما أنا ريت من الأفضل أن ما نخفيهاش كلماتهم النابية وانتقاداتهم المحطة القاتلة المميتة اللي ما تدفعش إلى الأمام. كلماتهم قلت ما نخفيهاش، ما تقلقنيش، لأن ما تأثرش عليا، ما عندهاش تأثير. الحمد لله عندي ماضي وعندي رصيد لدى الجمهور التونسي. لن ينسى الجمهور التونسي الدوار، لن ينسى فجر الرمل. صحيح. فهمت؟ بحيث ما يقلقنيش كي تجي ملاحظات معناها أسباب رفض نقرها لك. أي ما فيها بس. مسلسل سنابك، نفيدكم علما أنه بعد عرض نص مسلسل سنابك على الجمر الوارد علينا بتاريخ 22/11/2013 تحت عدد 6788 على لجنة القراءة، وبعد تداول الآراء من قبل أعضاء اللجنة تبين الآتي: قرار اللجنة: سيناريو ضعيف على جميع المستويات، يفتقر إلى أبسط قواعد التماسك على مستوى البناء والسرد، الشخصيات نمطية وسطحية، لغة الحوار، لغة التطوين، لغة الحوار ساذجة وليس لها علاقة باللهجة البدوية في فترة الحماية، عمل غير قابل للإنجاز. يعني حتى حواري أصبح ساذج. حسين المحنوش كتب الدوار وكتب فجر الرمل ومثل فيهم، ثم وشفنا الحوار كان معناتها نجاح المسلسل اكيد وراه نجاح الحوار بكل يقين. اليوم يصبح حوار حسين المحنوش ساذج. لهجة التطاوين قال لك في فترة الحماية مش هكا. هم حضروا عهد الحماية وسجلوا لنا الحوار. أنا على الأقل خلطت شوية على فرنسا وعلى الاستعمار. أنا لا أتكلف الكتابة ولا التمثيل. صدقني في هذا. أنا قضيت على الأقل 2 في كتابة المسلسل هذا. أنا مانيش من الكتاب السيناريو اللي يكتبوا مسلسل في 6 أشهر. أنا ياخذ وقته وتعامل بصدق مع الأحداث، وناخذ من ينبوع مليء بالأحداث اللي هو الجنوب ملآن بالأحداث. وخذيت المرة هذه فترة الفترة بين العشرينات والثلاثينات، أيام القياد يعني، وأيام الهيمنة متاع القايد وسلطة القايد، بحيث ما كناش نجموا نعبروا. هو بصراحة هي عملية إسقاط، ما كناش نجموا نعبروا كما نريد أيام الطاغية. صحيح. بحيث كنا نلتجي إلى توظيف شخصيات أخرى. أنت تتحدث أنك حتى كنت مقموع وكنت ممنوع من الظهور. بالطبيعة ما نقولكش ممنوع، هذه كلمة ربما يستغلوها الناس، لكن فما فيتو. ما ثم فيتو، ثم حرمان. مثلا بعد الدوار والنجاح الكبير. صحيح. وهذا النجاح ما نقولوش أنا، نقولوا الشعب التونسي الكل. صحيح. لليوم ما زلنا نشاهد الدوار كأنه أول مرة. بحيث كتبت فجر الرمل وماشي نشوف في رد بتاع اللجنة وداخل المؤسسة وقت الإذاعة والتلفزة، ونلقى بالبند العريض بالفاتر الأحمر مكتوب: يمنع الدخول على حسين المحنوش الحامل بطاقة تعريف وطنية رقم كذا بتاريخ كذا.
في ذلك الوقت. في ذلك الوقت يعني ممنوع. ممنوع. صدقني بعد النجاح شو الهديه اللي يهديوها لك؟ شو التشجيع المتناهي. للدرجه هذه النظام كان عنده خوف حتى من ممثل انه ينجح شويه؟ صدقني شيء غريب. معناها قلت لهم نعطيكم نصف عمري وقولوا لي ايش عملت لكم عليه. وهي اعز حاجه عندي هي الكاميرا، لان حاجه تربى حبها معايا من اللي انا صغير في حم لنف. انا طفولتي كانت في حم لنف. حبيت السينما من خلال السينما اللي كنت نمشي نتفرج فيها، وكبر معايا الحلم ونعشق الكاميرا في الدم. جاوني في عز حاجه وضربوني معناها. يعني قساة بشكل وكل عندهم حس انساني ولا يهمهم في تنجح ولا ما تنجحش. المواطنين يسالونا تي وينكم؟ ايش بيكم ما تظهروش؟ ما عادش نشوفوكم وكذا. ما يعرفوش اللي ما ثماش حس انساني في هالمؤسسه نتاع الدراما نتاعنا. ما يسالوش عليك، ما يتلفتولكش تنجح ولا ما تنجحش، ولا يهمهم في ممثل ناجح ولا سيناريست ناجح ولا مخرج ناجح، ولا كلها علاقات وحسابات وتكمبينات. طيب خلينا نشوفوا ايضا راي زهير الرايس الممثل التونسي في ايضا ما كان يتحدث عنه سيد حسين المحنوش حول الحسابات والعلاقات. زهير مرحبا بك. زهير الرايس اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا بك يا زهير. شفناك اليوم في الندوه الصحفيه لسيد حسين المحنوش يتحدث عن لوبي فساد، يتحدث عن علاقات، عن سيناريوهات ترفض بتعليت كنا نقراو في يعني لغه ضعيفه وهات من معناتها من المعاني هذه. والله انا اليوم حضرت الندوه وساعة أول حاجة نحييكم ونحيي سي حسين المحنوش اللي هو يتسمى أستاذي الأول اللي أنا بديت معاه المسرح وأنا صغير. شكرا. قبل الالتحاق بالمعهد العالي للمسرح. السيد هذا أستاذ حسين المحنوش ثبت إمكانياته وجدارته في سيناريوهات تخدمت وقعدت، مش تخدمت هكاكا، وقعدت ريفيرونس يعني في الدراما التونسيه، مرجع في الدراما التونسيه. انا مانيش باش نحكي نقول الدوار ونقول فجر الرمل ونسمي، على خاطر الشعب التونسي الكل عنده حنين للاعمال نتاعو. بصراحه هو صديقي واخويا يعني، وزيد يسكن بحذايا. نهار اللي قرا لي المراسله اللي جاته في الرد ماهوش يعني تحس الرد ما فيش انسانيه، رد على انسان فنان تخاطبه باللغه هذيك، لانسان عامل اسم وعامل تبارك الله ما شاء الله، واقف على رصيد مسرحي كبير، وواقف على رصيد في كتابه السيناريو وكممثل. ما يجيش فنان معناها في عمره وفي قدره هو نخاطبوه بالصفه هذيا. معناها تقدر شنو هي النيه زهير الرايس؟ شنو هي النيه اللي وراء استعمال مثل هذه اللغه في الحديث مع فنان بحجم حسين المحنوش؟ والله هو راهو المفروض لو كان جا سي حسين توا في مصر راهو كيكلموه يقولوا له يا استاذ ويا كذا ويا كذا، وانت تعرف ما خصيص كيفاش يعاملوا بعضهم. احنا هالاغريسيفيتي هذه في اللغه هكا مانيش فاهم شنو هي سببها. ياسر قاعده الناس تدخل بكلام معناها فيه برشا عنف، فيه برشا، انا نسميه تعنيف الكلام هذايا، وتعنيف فنان حساس برشا. ما يلزمش تخاطبوا بطريقه كيما هكاك. شنو اسلوب تافه وحوار تافه وشنو سطحي وكلام يعني. حتى تقييم موضوعي ما جاش تقييم موضوعي يعني. التقييم تقدم بلهجه عنيفه وحاده وكاسحه برشا على فنان كيما حسين المحنوش. تحس حكايني الحكايه مقصوده ولا كيفاش؟ مقصود باش تجرح بها بشر. يعني يكفي يا حسين المحنوش من ارسال سيناريوهات. نعرف تاريخه من منصور الهوش، المسرحيه اللي عملها وعملت ضجه في البلاد في الثمانينات، وطلبها وقتها بورقيبه يرحمه، طلبها في القصر باش تجي. من وقتها وهو يعني خرجوا من القصر على خاطر بورقيبه ما كانش يستعرف اللي فما معناها بخلافه هو مناضل ومجاهد وزعيم وكل شيء. شكون هذا؟ منصور الهوش. وكانت الحكايه عملت ضجه في القصر، وخرجوا من القصر سيبني نشعف. يا زهير الرئيس للمسرح. يعني تقدر انه احنا نعانيو اليوم في ارث نتاع
يعني في الساحه الفنيه التونسيه فما الارث هذا من عهد بورقيبه يعني. ما نعرفش، احنا في بالنا الحكايه ماشيه ان شاء الله، قلنا قامت ثوره ان شاء الله الحكايه تتبدل، وان شاء الله فما حريه تعبير، والانسان باش يولي مجال معناها كبير برشا باش ينجم يعبر فيه ويطرح فيه قضايا اللي ما كانتش قبل تتمس وما كانتش حتى حد يتجرأ باش يمسها. فرحنا ما يروعك الا ما تشوف معناها ردود، مش ردود فعل، معناها اقوال ولا طريقه تعامل في الخطاب واللفظ عنيفه وماهاش ما تليقش بانسان كيما حسين المحنوش اللي هو فنان، اللي هو توا الناس كيف يعاودوا الدوار من اقصى الشمال من بنزرت لبنقردان، الناس كلها حتى كبر هو على الدور اللي عمله، والناس كلها وقت يمشي حسين المحنوش في اي بلاصه العاتي والناس تهفت بالمسلسل هذاك اللي عملوا الدوار. يا هل ترى انسان كيف عمل حاجه كيما هكاك وعمل حاجه كيما فجر الرمل ولا كيما شريط ويعود الامل بعد هذوما والجدارة اللي وراها اليوم، ولا هكا صدفة ولا حواره ساذج ولا شخصيته سطحية ولات ثم ما نعرفش انا يلزم لجنة القراءات هذه يلزمها هي بيدها تتقيم، ولا الناس اللي كتبت تنجم تكون شكون اللي كتب هالقرار هذايا وعداه باللغة هذه، يلزم الانسان هذا لازم يتعرف شكون والواي يتكلم هكا والواش يتكلم مع الفنانين. زهير الرئيس تقدر انه لمصلحه من استهداف حسين المحنوش او اسكات صوته؟ انا ما نقولش استهداف ولا هو معناها بصفه خاصه هجم عليه، انا قلت لك يمكن من سوء حظ ولا هو من قبل عانى برشا، وحكايه اللي لقى ورقه مكتوبه على مؤسسه الإذاعة والتلفزة في عهد زين العابدين بن علي يمنع الدخول للمواطن حسين محنوش كذا كذا لمؤسسه التلفزة، في بالي بها وحكاها لي وروح من نرفز ويجري في الكربه وستر ربي يعني ومرض بها الحكايه، هذا الكل في بالي بيه. هذوما حاجات هو بيدو حسين كان تسأل يقول لك ما نعرفش علاش. قريب ما نقولش مستهدف المره هذه بالذات، على خاطر المره هذه حسين وغيره فما ناس برشا جاهم نفس الرد. مثلا شكون تقريبا كيف تجي تشوف رد انت نتاع لجنه القراءات تلقاه الرد متقارب حتى في اللفظ نتاعو. مثلا شكون ايضا من الممثلين التونسيين او السيناريست التونسي؟ جلال السعدي عنده حاجه قدمها ونفس الرد جاء وقراهولنا. احنا في فرقه مدينه تونس قاعدين نخدموا في مسرحيه مع بعضنا وقراهولنا سي بريس كيف يشبهوا لبعضهم برشا. وسمعت اليوم كيف حضرت سمعت اللي سي المنصف الازعر زاد كيف جاه رد عنيف. هي الحكايه الكلها في انك كيفاش تتعامل في خطابك وفي اسلوبك وفي خاصه مع فنان خاصه حسين المحنوش. شكرا بارك الله فيك زهير الرئيس الممثل التونسي، كنت معنا مباشرة. بارك الله فيك زهير الرئيس. سي حسين المحنوش، تحس انه فما نية هناك من يريد ان يقول لك يكفي من الابداع؟ اكيد ثم نية شكون يحب يقصيك او يرتاح منك شبلها. اللي فات شكون؟ والله ما تفهم شيء. خاطر الحديث على اللوبيات هو شفنا سي هشام رستم يتحدث على انه اللوبي ديما موجود، ولكن حتى حد ما ينجم يقول هو وينه اللوبي، لانه اللوبي ما يتمسش، اللوبي هو علاقات ما نجموش نعرفوها بالضبط. ولكن معناتها من خلال الانتاج اللي تشوفوا فيه كل رمضان تطلع مسلسلات من عند ناس يمكن لفائدة اشخاص او شخص تسكر على الكل وتخلي شخص واحد معناها تهتم به وربما لحسابات اخرى ما نعرفوهاش. اما اكيد ماهيش نيه سليمه وكا نوع من الدكتاتوريه والاقصاء ونوع من الحسابات الربحيه ربما التجاريه الماديه، خاطر اللعب بالدراما مش عمليه سهله. الدراما باش تقدمها للناس يلزمها تكون راقيه كتابة وتمثيلا وإخراجا احنا في تونس عندنا فكرة الورشات المشتركة بين عدد من السيناريست ولا كل واحد يكتب على روحه ومن بعد فما هالتنافس قدام القراءات؟ ما عندناش. حاولت المؤسسة في وقت من الأوقات باش تعمل ورشات وما استمرتش برشا. علاش فشلت التجربة هذه؟ والله أنا ما نؤمنش بها مثلا شخصيا. مستعد باش نشارك في ورشة للتعليم النشء اهلا وسهلا، ما ثماش حتى اشكال.
انما باش نكتب بمعيه اشخاص، خاطر هي موهبه كيما الغناء كيما الرسم كيما التمثيل. هو توا كل شيء ولا صناعه يعني في الخارج. شوفوا معناتها اكبر المسلسلات ولا الافلام تلقى معناتها لجنه مشتركه احيانا او مؤلفين مع بعضهم، تلقى قائمه طويله في اعمال كبرى وفي ماهيش كالاعمال المتينه اللي تنطلق من فكر. عاده هي في الافلام الاكسيون هذه، في المسلسلات اللي في كيما ماكايفر وغيره، بحيث تلقى مجموعه تكتب في نفس لأن الصناعه كما قلت انت صناعه لكن خاليه من الروح، من الفكر. الفكر. طيب منصف الأزهر الممثل التونسي القدير وسيناريست المسرحي، اهلا بك سيد منصف. اهلا وسهلا، مرحبا بك سي منصف. عايش ولدي بابا عايش. اهلا بك، تشرف بك على قناه المتوسط وفي برنامج صوت وشارع. سي منصف الأزهر، لما ترفض السيناريوهات بهذه العبارات التي كنا نسمعها تجاه عمالقة الفن التونسي نقولها بدون احتراز، كيف يكون الرد؟ الرد معناها الرد شدان صحيح وطلب بالحقوق بأي صورة، حتى بالقضاء إذا كان يلزم، حتى بالقضاء، لأنه كنت أنت قريت الرسالة نتاع حسين محنوش، شفناها الرسالة كان يقرأنا في العبارات، كل الرسائل الكل فك المعنى هذاك، بالرغم من المسلسلات ماهوش باش اليوم حسين محنوش ولا باش نشكوا في قدراته، ولا المنصف الأزهر باش نشكوا في قدراته، إنما أقولها عالية، لوبي فساد قاعد يخدم لمصلحة منتج منفذ واحد احتل الانتاج، تنفيذ الانتاج الخارجي منذ 2001 والى يومنا هذا، يقصي المنتجين ويقصي كل حد، ومن بعد توصل يقصي في المؤلفين ويقصي، وتعرف كي تقصي في مؤلف معي تو مسلسلي انا ولا مسلسل نجي سي حسين محنوش، كانوا يخدموا على الاقل ما لا يقل على 50 ممثل، وما لا يقل على 20 فيجورون، وما لا يقل على 20 ما يقل على الحرفيين نتاع الملابس والحرفيين نتاع المكياج والعمله نتاع اللي يساعدوا في الانتاج، هذوما الكل احالوهم اللوبي نتاع الفساد اللي تو رجع للتلفزه، احالوهم الى البطاله. ثم اختطاف لعمليه مساحه البث الدرامي في رمضان لواحد في الوقت اللي التلفزه مستانسه تعدي زوز مسلسلات. هذا صحيح. الفساد، هذا اللوبي الفساد اللي قضى على وكاله الانتاج، وكاله التربيه، وكاله النهوض بالانتاج السمعي البصري اللي كنا ناويين نصنعوا بها في الدراما، نسمعوها الدراما، قضاوا عليها حتى ولا سي المنتج هذايا ينتج لنا في نواسي وعتب، ينتج لنا في ايام مليحه، ينتج لنا في ايام يوميات امراه، ينتج لنا في التعاسات كلهم اللي تقاقرت بالدراما نتاعنا، ولا توسد ويحرم التلفزه ويحرم الممثلين ويحرم المؤلفين ويحرم كل شيء. مازال فهمت لنا نمدوا له الفاتحه نتاع التلفزه ويقعد فيها وحده، سيتو هذا هو، ونقعدوا فهمت لعاني، وبحيث ما ضاع حق وراءه طالب، يلزم الكشف على اعمال الناس هذوما، ويلزم ادانتهم، ويلزم المطالبه بمحاسبتهم. طيب سي منصف الأزهر، التونسي مقبل على المسلسلات التونسية حتى في غير شهر رمضان، لماذا لا يقع يا سيدي إذا فما هاللوبي ياخذ رمضان وينتج يخلي الناس تنتج في باقي العام؟ باش نقول لك علاش. شفت المسلسلات نتاع مناول؟ أي المسلسلات نتاع مناول ذيك الزوجة الخامسة، ويوميات امرأة اللي عملها سي نجيب عياد، وكل سيت كوم فهمت الله نتاع علولو. اي شفت ما كنت تعسات هذوكم؟ اي ما انت قلت تعسات انا خاطيني معناتها. الو نسمع فيك سي منصف، ولكن الصفه فقط انت تقولها، انا ما قلتش يعني. شنو هي الصفه؟ انت قلت تعسات على المسلسلات هذه. ما تراها لا تعسات بالنسبه انت للغاده، بالنسبه لشرع الحب، بالنسبه لقمر سيدي محروس، بالنسبه انت النواسي قلت، بالنسبه انت للحسابات وعقبات، بالنسبه انت للغاده، بالنسبه عوده المليار، بالنسبه انت للاعمال العظيمه اللي كنا نعملوا فيها، وقت اللي يقولوا تعاسه بالمقارنه. تعرف سيدي هذيك قداش تكلفوا؟ قرابه 4 مليارات.
تعرف قداش نجموا نصنعوا بهم ال 4 مليارات؟ اي على اقل تقدير 5 مسلسلات. ولكن يظهر لي تقنيا هما كأنه افضل، يعني نوعيه الصوره ونوعيه الديكور والاضاءه، يبدو انه الاعمال تحسنت شويه. يعني انتاج مسلسل الايام عفوا يوميات امراه مثلا، نتحدثوا على صوره من نوع اخر مختلفه في تونس، نتحدثوا على ديكور افضل، نتحدثوا على اضاءه جيده، نتحدثوا حتى على مكياج الممثلين ولبستهم مثلا. هكا ما فهمت، لا نقعدوا نتحدثوا في الامور هذه، هما يعملوا اللي يحبوا، معناها شكون هم شنو هي القصه العظيمه وشنو هي التمثيل التعداد نتاع الممثلين وشنو هي الواحد هذيك باهي. طيب اذا كان فهمت نعملوا صور هكا ونعملوا دابا فهمت، نخليوا العمل معناها توا الصور نتاع شرع الحب خايبه، نتاع غدا خايبه، نتاع نوصي وعتب خايبه، نتاع قمر سيدي محروس خايبه، نتاع حسابات وعقبات خايبه، نتاع عوده المنيار خايبه. اذا كان فهمت لا يولي فهمت لا يتعدى علينا الدجل، ايش بيه؟ خليهم هكاك، مالا خلي يعملوا هما. طيب سي منصف الازهر، انت تحدثت على انه يمكن حتى تلتجوا للقضاء بالتحديد ضد سيد نجيب عياد المنتج ولا ضد شكون بالضبط؟ لا هذه لا انا قلت فهمت لا، الانسان بالحق نتاعو يطلبوا في التلفزه يلقاه، اذا كان ما لقاش في التلفزه يطلبوا في اي بلاصه، في القضاء في اي بلاصه يطلب الحق نتاعو، ما ضاع حق وراءه باطل، وراءه فهمت طالب. طيب شكرا، بارك الله فيك سي منصف الازهر. حاجه اخرى نحب نقولها لك، تفضل. باش وقت اللي تقارن، عايش ولدي اسمعني وقت اللي فهمت تلقى التلفزه سنه كان بامكانها تعدي زوج مسلسلات من اروع ما يكون. وقت اللي هذوما يتزاحوا مع مسلسلات اخرين في عمليه نتاع تحايل، نقولها ونعاودها وسجل عليا نتاع تحايل وعندي اثباتاتها. تولي العمليه تحايل لصالح اي مسلسلات ولصالح اي منتج. سي منصف مثال سمي لنا اذا لا لصالح مثلا المنتج اللي تكلمنا عليه اللي توا قاعد يخدم من غير ما جاء فهمت الوكيل الرسمي من الاداره، وقاعد مش يخدم من توا، هو بدا فهمت وقت اللي اللجنه مازالت فهمت لما تكونتش، هو بدا يخدم من فتح من اوائل ديسمبر، واللجنه ما تكونت الا في اوائل فهمت ما بدات تخدم في الخدمه نتاعها نتاع قراءه النصوص الا فهمت في اوائل فيفري باش نحصروه بالوقت. وحسب ما يحكي فهمت السي حسين محنوش مسلسل ما تقراش بالمره. طيب شكرا، بارك الله فيك سي منصف الازهر الممثل والسيناريست التونسي، بارك الله فيك. يعيشك سيدي. سي حسين المحنوش، يبدو انه الحديث بصفه خاصه على سي نجيب عياد، هل انه فما رغبه في انكم تتقاضوا في نهايه الامر؟ والله انا ما فكرتش في القضاء، وسي نجيب عياد ما عنديش عليه فكره، ما أنا واضحه. أنا لا أتهم الرجل بشيء. على كل حال هو منبر صوت الشارع مفتوح لحق الرد لمن يطلبه طبعا في كل وقت. أنا مشكلتي مع الإدارة، إدارة مصلحة الإنتاج الدرامي. مصلحة الإنتاج الدرامي هي المخطئة في حق السيناريست اللي سمعت وكنت تسمع في سي المنصف، وأيضا اللي سماه سي جلال الدين السعدي، بحيث مشكلتي غادية أنا هي المشكلة الأم، ومشكلة كل مبدع في التلفزة الوطنية عنده علاقة بالدراما، بحيث هذا طيب واضح. كلمة الختام سي حسين محنوش. الختام، تمنينا أن الثورة مرت من هناك، لكنها للأسف الشديد لم تمر، ونحب نأكد للوبي هذا أن الثورة ستمر، أحب من أحب وكره من كره، وللباطل جولة وللحق جولات. شكرا، بارك الله فيك حسين المحنوش الممثل والسيناريست التونسي القدير. حلقة اليوم من صوت الشارع تناولت في جزئين، موضوع اللغة العربية في الجزء الأول مع الأستاذ الدكتور بشير العبيدي رئيس المرصد الأوروبي لتعليم اللغة العربية. في الجزء الثاني تحدثنا على وضعية عدد من السيناريست والكتاب الكبار في تونس، منهم السيد حسين محنوش، سيد منصف الازهر، وأيضا حتى تحدثوا على جلال الدين السعدي في مقابل ما يعتبروه استحواذ، أو ما قال السيد منصف الازهر في غيره من المنابر أنه استحواذ
منتج نجيب عايد على نصف الإنتاج أو حتى أكثر في التلفزة الوطنية. على كل حال هناك لوم على مصلحة الإنتاج الدرامي بالتلفزة الوطنية وعلى المنتج المنفذ نجيب عايد. ننتظر طبعا أنه يطلبوا حق الرد، ونحن نفتح هنا لمزيد مناقشة تطور العمل الفني في تونس ولكي يطلع التونسي على ما يحدث ربما في التلفزة الوطنية وفي سائر دوائر الإنتاج الدرامي في تونس. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم. نضال حمدي، اتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج قناة المتوسط. السلام عليكم.